في هدفين، في مثلا ناس عايزه تعمل ضخامه عضليه ماسل هايبر تروفي، وناس عايزه تعمل لوز فات او خساره دهون. الناس اللي عايزه تعمل ماسل هايبر تروفي، الناس دي بتعمل ايه؟ بتروح الوجبات بتاعتها تاكل وجبه بروتين من 20 ل 40 جرام بروتين في الوجبه، كارب من 40 ل 80 جرام كارب. البروتين الحيواني اللي احنا بناكله اللي هو مثلا في بيض، وده اسرع امتصاص للجسم، يعني الجسم بيمتصه بسرعه جدا. البيض في اللي هي صدور الفراخ الاحسن عشان تبقى اقل حاجه فيها دهون. في طبعا اللحمه الحمراء، في التونه، كله دوت بروتين. تمام، بناخد من 20 ل 40 جرام بروتين. الجسم عامل زي الاسفنجه، اول بعد التمرين على طول الجسم كده عايز يمتص اي حاجه، فاحنا بنديله الحاجات اللي تخلي الجسم يعمل ريكفري، وكمان ايه يزيد الكتله العضليه بتاعته. لكن الناس اللي عايزه بقى تعمل لوس فات او عايزه تخسر دهون، هتيجي بعد التمرين هتزود في البروتين وتقلل دي جدا في الكارب. الكارب دوت هو بيعوض الجلايكوجين اللي الجسم بيفقده في التمرين، لكن احنا مش عايزين الناس اللي عايزه تعمل لوس فات ما بنديش دوت، عشان الجسم ياخد من الطاقه منين ويعوض من الدهون اللي جواه فيفضل يحرق. فعشان كده لما بنيجي نتكلم في الناس اللي هو اللوس فات، لا يزود في البروتين ويقلل في الكارب على قد ما يقدر. يعني مثلا زبادي يوناني، شويه مكسرات، هي ما يزيدش عن كده يعني.